مرحبا بكم في قناتنا المتخصصة في تصوير وتوثيق الشوارع والميادين. هنا نقدم لكم لمحة فريدة عن الموضوعات الهادفة والمشروعات القومية التي تسهم في تطوير مجتمعنا. تابعونا لتكونوا جزءا من هذه التجربة الملهمة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. فهيا بنا نبدأ رحلتنا وجولتنا. جولتنا اليوم في شارع من أهم شوارع مصر الجديدة، وهو شارع الحجاز. تم تسمية شارع الحجاز إلى السياسي والمحامي المصري البارز عبد العزيز فهمي حجازي، الذي يعد من أهم الزعماء السياسيين المعتدلين الذين لعبوا دورا مهما في تاريخ الحركة الوطنية. وقد شارك عبد العزيز فهمي حجازي في تأسيس حزب الوفد المصري. وشارع الحجاز من أهم وأشهر الشوارع في حي مصر الجديدة، ويعد محورا حيويا يربط بين عدة مناطق رئيسية داخل الحي، كما يضم العديد من المنشآت الخدمية والتجارية والمباني السكنية الراقية. ومن أهم معالم شارع الحجاز وهو ميدان هليوبلس، وهو أحد الميادين التاريخية التي تقع على امتداد هذا الشارع. وأيضا من أهم المعالم هو وجود محطة مترو هليوبلس لمترو أنفاق الخط الثالث. ومن أهم أيضا المعالم التي سوف تجدونها في شارع الحجاز مستشفى هليوبلس. ومستشفى هليوبلس هي من أقدم المستشفيات في المنطقة، وتوفر خدمات طبية متكاملة، وسوف نلقي عليها نظرة بالكاميرا واحنا ماشيين بنصور الشارع. وأيضا من أهم معالم شارع الحجاز مستشفى الجلاء للقوات المسلحة. كما يوجد في هذا الشارع العديد من المدارس الدولية والخاصة مثل مدرسة سانت فاطمة. وأهمية شارع الحجاز، يعتبر شارع الحجاز شريانا رئيسيا للحركة المرورية في مصر الجديدة، حيث يربط بين مناطق عدة، ومن أشهرها كما قلنا سابقا ميدان هليوبلس وميدان المحكمة وميدان النزهة وميدان ألف مسكن. وهذا الشارع كما قلنا سابقا هو من أرقى شوارع مصر الجديدة في حي مصر الجديدة. والآن أترككم لمشاهدة الفيديو، فإذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. دمتم ودامت أوقاتكم بكل خير. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع كل ما نقدمه على قناتنا المتواضعة.